ليه الاهلي خسر من صن داونز؟ باختصار اعمل لايك وتعالى اقول لك. خليني اسالك، هو الاهلي عمل ايه عشان يكسب؟ بالظبط كده زي ما انت بتقول، ما عملش اي حاجه. مفيش اي حاجه النادي الاهلي عملها تقدر تحط عليها ايدك وتقول اهو النادي الاهلي عمل فكان المفروض ان هو يكسب. النادي الاهلي النهارده كان نازل بيدافع بطريقه غريبه جدا. النادي الاهلي نازل وسايب الكوره لصن داونز وقاعد يحلق وقاعد يتفرج على صن داونز وهي بتبني هجمات، وكل اللي هو بيعمله ان هو بيحاول يبطل الهجمات دي. فبالتالي النادي الاهلي ما بقاش بيمسك كوره اصلا. حتى الكرات الطوليه لما النادي الاهلي كان بيجي يعملها كانت دايما بتروح لصن داونز. وعلى العموم في اي ماتش النادي الاهلي بيلعب على الكرات الطوليه وبتروح للفريق التاني احنا مش بناخدها. وحتى لو كنت مسكت كوره ولعبت على الارض بتلاقي صن داونز بتضغط عليك واللعيبه بتسرح والكوره بتفضل في رجلها لحد ما تتقطع منها. والنادي الاهلي كان عاجز تماما ان هو يعمل النقلات السريعه. ضيف على ده خطوط النادي الاهلي كلها كانت بعيده على بعض، وكمان اللعيبه التمركزات بتاعتها ما كانتش كويسه وبرده كانت بتبقى بعيده عن بعض. بالتالي صن داونز قدرت ان هي تحجم النادي الاهلي بمساعده الطريقه اللي النادي الاهلي لعب بيها. بالنسبه للتحكيم في الماتش انا مش هتكلم عليه، لان زي ما قلت لك النادي الاهلي ما عملش اي حاجه تذكر تخليه ان هو يكسب، اللهم الا ضربة الجزاء اللي المفروض جت في الاخر في الوقت بدل الضايع لبيرسي تاو. سمير عثمان الحكم طلع وقال لك ان دي المفروض ضربة جزاء صريحة. اما بالنسبة لبقية الاخطاء فهي ما كانتش اخطاء تحكيمية مؤثرة، واغلبيتها كانت اخطاء تحكيمية في نص الملعب. لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن اعلق عليها في موضوع التحكيم ده ان تقريبا الحكم كان فرحان بالصفارة وكان نفسه يجربها كتير. ونيجي للتقييم النهائي للنادي الاهلي في المباراة دي، والتقييم ده هيشمل الجهاز الفني واللعيبة. والتقييم النهائي للمباراة دي هو 0/10 بكل اقتدار. ولو انت عايز تحط سالب وتدي الاهلي تقييم -10/10 انا ما عنديش مشاكل. لكن في النهايه النادي الاهلي ما عملش اي حاجه وما ظهرش بشكل كويس، ويمكن يكاد يكون ان النادي الاهلي ما جاش المباراه دي اصلا. وما اعتقدش ان في اي حاجه تانية ممكن تتقال عن المباراه دي الا ان هي كانت مباراه من طرف واحد وهو صن داونز، وكانت مباراه ممله بشكل كبير جدا. وفي الاخر ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا.